فوالد ركراكي، شوف المنتخب الارجنتيني سكالوني المدرب اللي دا كاس العالم وما داش بتخربيق، دا بالعقل ودا بالتكتيك واللعب. ها هو استدعى ثلاثه من الفينال اللي لعبوا قدام المنتخب الوطني المغربي وربحناهم ودينا كاس العالم. استدعى ثلاثه، احسن ثلاثه كانوا في المنتخب الارجنتيني ديال الشباب. وحنا ثلاثه اللي كانوا طياره في كاس العالم، اللي حكموها في كاس العالم، اللي العالم كان كيهضر عليهم، جميع الصحف العالميه كانت كتهضر عليهم، وما استدعيتي حتى واحد منهم. شنو مازال صغار؟ راه ما يمكنش اصاحبي، راه هاد الشهاده اللي كتخدم بيه، هاد المنطق ديال العاطفه وباك صاحبي وصحابي يكونوا في المنتخب الوطني بدون جاهزيه وحتى دقيقه ما عندهم في رجليهم، راه ما يمكنش اصاحبي. راه هادشي راه ما تيدخلش الدماغ اصاحبي. راه واخا ندو كاس افريقيا، راه واخا ندو كاس العالم، ولكن اصاحبي راه ما خاصكش تلعب بهاد المنطقه اصاحبي. وراه الجاهزيه، حنا بغينا الجاهزيه، بغينا لاعبين اللي غيتقاتلوا وسط التيران. راه ما يمكنش اصاحبي ما تعيط حتى واحد فينا هاد الدراري هذا، راه عيب وعار اصاحبي. راه عيب وعار، مابقاش تقول لي باقيين صغار اصاحبي. وتحسن من سكالوني اصاحبي، سكالوني راه دا كاس العالم اصاحبي، وخيبر عليك في كوره، وخيبر عليك بزاف ديال الحوايج اصاحبي. راه عيب هادشي اصاحبي، راه خد التدخل اصاحبي، والقجع الله يرحم لك الوالدين دخلنا في هادشي هذا. راه ما يمكنش، راه ما يمكنش لاعبين تيضيعوا اصاحبي. فين هو الحافز اصاحبي؟ صافي راه خاصهم يكونوا وسط المنتخب الوطني المغربي الاول، باش يعرفوا راسهم بانهم راه داروا واحد الحاجه زوينه ولعبوا وعارفين بانهم راه كاينين. هذا الشيء اللي كاين الاخوان، هادشي راه تيعصب وهادشي تيضر في الراس وشنو بان لكم اخوتي؟ كتبوا لنا في التعاليق قولوا لنا شنو بان لكم، واش كنهضر في فري ولا هداوي خاوي؟ صاحبي راه حماق هذا.